نعم اكو اخطاء كبيره، يعني انا مثلا يونس اخوي وحبيبي وصديقي ويستاهل، لكن من شال الكاس قبل جلال الحسن انا واحد من الناس ببطوله الغرب اسيا ب 2005 اجى اكرم سلمان الله يذكره بالخير قال لي اشيل الكاس، قلت له لا هذا حقي، انا كابتن منتخب واحنا فزنا بالبطوله وانا اشيل الكاس، مع العلم هو المدرب يقدر كل شيء يسوي. فانا اللي ما عجبني بس بهاي انه يونس يروح قبل اللاعبين يشيل الكاس، هاي الشغله احنا ما نريدها، لانه لازم يونس ينطي اللاعبين حقهم، هو كان لاعب وهو اللي شايل كاس 2007 وهذا حقه وقدروا انه يحققون الانجاز الكبير. اذا انت من كنت لاعب ما قبلت احد يجي لا حسين سعيد ولا اي واحد، صح ولا لا؟ صح، ولا ناجح ولا الملا ولا اي واحد. هاي الامور لازم انه ينتبهوا لها الاتحاد، ولازم خلينا نقول يثقفون نفسهم. هم مثقفين وقدروا انه يمشون بالطريق الصح، لكن الطريق الصح يحتاج. والدليل على اللي تقوله بالثقافه، شوف بالتتويج الستيج الخاص بالتتويج اعضاء الاتحاد والامين العام واقفين بنص اللاعبين. هذا اللي انا هذا اللي رديت بس كابتن رزاق وجلال شاله مرتين الكاس، ما يخالف، مره مع دوله رئيس الوزراء وكابتن عدنان، وبعدين راح للمنصه ما شاله مع يونس محمود. هذا حقه، وحتى بساحه لا هذا قصد هذا هو يعني الاثنين بالاحتفالين هو ما كانوا وحده. اقول لك لا منزل من الطياره شايله ولا بساحه الاحتفالات شايل الكاس. احنا هاي مشكلتنا الكل تريد تقول الانجاز اللي النجاح كله 100 اب تلقى له. هذا الانجاز تحقق بجهد اللاعبين والجماهير، صدقني ما نبخس حق المدرب لانه كان متواجد وهو على راس الهرم، تغييراته وتبديلاته، وايضا رجوعه للتكتيك السابق اللي كان عليه كاتانيتش، وقدر انه يفهم اللاعب العراقي وامكانياته. لو لاعب غير طريقه احنا ما ناخذ البطوله. هذا الشيء لازم نعطيه حقه.